السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو والنهاردة هنتكلم عن النصوص في دارت، وإزاي تكتب نص وتضيف متغير في نفس الوقت أو variable. تمام. وهنعرف شوية حاجات في السنتكس وطريقة كتابة الكود. تمام. أول حاجة يلا بينا نعمل متغير من نوع string. تمام. هنحدد له قيمة وهي string. اسم المتغير مثلا last name. تمام. كده احنا عملنا اول متغير وسميناه كريم من نوع string. تمام. اول حاجة وانت بتكتب string لو هتعرف قيمة المتغير ده، تمام، اول حرف من كلمة string لازم يكون كابيتال ما يكونش small. انت فاهم ازاي؟ يعني لو جيت غيرته هنا وخليته small حصل معاك error. تمام، مش هيشتغل الكود. فلازم يكون اول حرف من كلمة string يكون كابيتال. تمام. بالنسبة لاسم المتغير، يفضل وليس شرط ان هو يكون تاني كلمة او بعد اول كلمة اول حرف يكون كابيتال، زي حرف ال N كده لو خليته سمول. تمام، عادي مفيش مشاكل، لكن هو يفضل ان هو ايه، يكون كابيتال ما يكونش سمول. تمام. طيب حلو اوي. يلا نعمل متغير تاني برضو من نوع string، وهنسميه مثلا first name. تمام. حلو أوي. حلو أوي. طب أنا لو قلت لك مثلا اطبع لي المتغيرات اللي قدامك دي، هتعمل ايه دلوقتي؟ أكيد هتروح على طول، أو لو قلت لك اطبع لي المتغيرات اللي قدامك دلوقتي، أول حاجة هتعملها إن أنت هتكتب برنت. تمام، زي ما بنعمل في كل مرة، وهتكتب اسم المتغير مثلا اللي هو اللاست نيم أول حاجة. تمام. تمام. هتعمل رن للكود، هيطبع لك كريم. حلو أوي. حلو أوي. طب لو قلت لك اطبع لي كل المتغيرات مش متغير واحد، هل هينفع كل متغير هتاخده أو هتكتبه في برنت؟ تخيل لو عندك 100 متغير هيبقى عندك 100 برنت. يعني انت فاهم ازاي؟ تمام. هتقولي مثلا طيب ما ينفعش احط كل المتغيرات اللي عندي بداخل برنت واحدة؟ اللي هو ازاي؟ اللي هو مثلا تعال نجرب كده. هقول له مثلا اللي هي الفيرست نيم. تمام. هنا كده هيحصل معاك ايرور. تمام. ليه بقى هيحصل معاك ايرور؟ تعال نحذف كل ده خالص وهعرفك ليه حصل معاك الخطأ ده. مادام انت هنا هتطبع اكتر من متغير، تمام، وهنطبع اكتر من متغير وهنكتب معاهم نص كمان. ازاي؟ هنحطهم جوه علامتين تنصيص عادي جدا من غير اي مشاكل. تمام. وهنكتب مثلا هلو. هلو قبل ما بعد هلو او بعد النص اللي انت كتبته، وهتيجي تضيف متغير، ما تكتبش اسم المتغير على طول. لو جيت كتبت اسم المتغير زي مثلا last name، بص مهما اكتب مش هيفهم المتغير ده، هيعتبره نص. تمام. انت فاهم ازاي؟ هيعتبره نص اللي هو string، مش هيعرف ان هو متغير خالص. فانت لازم تعمل ايه؟ فانت لازم هنا قبل اسم المتغير تحط علامة الدولار. تمام. تقول له مثلا اللي هي last name. بص هنرن الكود، كتب لك هلو كريم عادي من غير اي مشاكل. تمام. بنفس الطريقة لو عملت مع المتغير التاني. تمام.
وهنا تقدر تحط اي متغير او اي قيمة تقدر تكتبها زي ما انت عايز، علامة الدولار، وتكتب اسم المتغير او الفاريبل بتاعك. انت فاهم ازاي؟ زي ما انت شايف كده. كمان حاجة حلوة تاني، ان انت لو حبيت تكتب نص في اي مكان، مثلا في الاخر او في النص ما بين مثلا المتغيرات، تمام؟ فاهم ازاي؟ مش هيحصل معاك اي اخطاء، تمام؟ دام انت حاطط علامة الدولار قبل اسم المتغير، فهو عارف يفرق ما بينهم. انت شايف ازاي؟ يعني كأنك طبعت ده لوحده وده لوحده عادي جدا. تمام. طيب برضو ممكن تسهل على نفسك لو معاك مثلا حاجات كتير قوي، بدل ما تحط كل المتغيرات بكل النصوص جوه البرنت، تعمل ايه؟ تشيل ده خالص. تمام. هتيجي هنا وهتعمل متغير تالت، مثلا هنخليه من نوع var، مثلا full name. تمام. مثلا انت هنا لو حابب تطبع المتغيرات دي بس، تيجي هنا في برنت تحط اسم المتغير النهائي اللي هو الفول نيم، وتحط النص اللي انت عايزه. تمام. طيب انت لو عايز مثلا تطبع دول كلهم على بعضهم مع هلو، عادي جدا تطبعهم نفس الطريقة اللي انت عملتها في برنت، هتعملها في المتغير ده، اللي هي تحط علامتين تنصيص. تمام. هو كده عارف المتغير اللي حدده string اول ما حطيت علامتين تنصيص على طول، بس عادي مفيش مشاكل. تمام. هتحط علامتين تنصيص، وهتكتب مثلا الكلام اللي انت هتكتبه، مثلا هلو. تمام. وبعد كده علامة الدولار. تمام. انت كده هنا مش محتاج غير ان انت تاخد اسم المتغير ده بس، اللي هو الفول نيم. تمام. اللي هو ده. كده انت هتطبع كأنك حطيتهم كلهم جوه برنت بالظبط من غير اي مشاكل. لو عايز تعمل نفس الطريقة برضو، اللي هو مثلا ان انت تشيل ده وتحط علامتين تنصيص، وهتكتب اي حاجة قبل المتغير، وبعد كده مثلا هتحط علامة الدولار، وتكتب اسم الفول نيم. تمام. زي كده عادي برضو، مش هيحصل معاك مشاكل زي ما انت شايف. تمام. دي كانت مجرد حلقة بسيطة، عرفنا فيها ازاي نكتب نص مع متغير، وازاي نخزن كل المتغيرات مع نصوص عندنا داخل متغير واحد ونطبعه. تمام. نتحكم فيه زي ما احنا عايزين. يا رب الدرس بتاع النهاردة يكون عجبك، واشوفك الحلقة الجاية.